أهلين وسهلين ومرحبتين بأعز المشاهدين. اليوم جيت باش نحضر معاكم واحد الوصفة، هي وصفة رمضانية، تحلية الليمون أو تحلية فلون الليمون بالتفاح. وصفة ولا أروع، بنينة واقتصادية في نفس الوقت، وما تحتاجش بزاف لا جهد ولا وقت. حضرناها فقط ب3 حبات من التفاح، وتقدري حبيبتي تستمتعي بألذ مذاق في الكون لهاد التحلية. أنا ما راحش نطول عليكم، رايحة نبدأ مباشرة. إذن أول شيء عندي حبة من التفاح، كما راكم تشوفوا الحبة راهي صغيرة بالبزاف، يعني من النوع الصغير، ما رايحاش تحتاجي بزاف للتفاح. هنا أنا بيان سور كما راكم تشوفوا نحيت لها هذيك البذور ونقطعها إلى مكعبات صغيرة. ما راحش نقشر التفاح تاعي، راح نستغلو تماما، يعني راح نستغل حتى القشور تاعو، على خاطرش يقولوا باللي القشور تاع الفواكه فيها فوائد أعظم من اللب في حد ذاته. هنا في هذا الخلاط الكهربائي رايحة نرمي حبة التفاح اللي قطعتها. رايحة نضيف فوق حبة التفاح ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من مبشور الليمون، كذلك ملعقتين كبيرتين من النشاء أو المايزينا، ملعقتين كبيرتين من فلون الليمون، وملعقة كبيرة من السكر. بعدها نبدأ في إضافة الحليب، كما راكم تشوفوا 4 أكواب من الحليب، حليب عادي بيان سور بدرجة حرارة الغرفة. هادو هما لي زانغريديون اللي راح نحتاجهم في تحضير فلون الليمون والتفاح نتاعي. نبدا نميكسي كلشي مع بعض هكذا حتى يمتزجوا لنا، ما راحينش ياخذوا لنا وقت طويل. ما راح نصفيه ما والو، ما راحش نحتاج باش نصفيه، على خاطرش انا الخليط نتاعي راهو يعني ترحالي بالبيا. بالنسبه للليمون، ملعقه الليمون اللي اضفتها سرتها عزيزتي، ما رايحش يتغير لي لون التفاح تاعي، راح يبقى لي على طبيعته. إذن راح نفرغ هذا المحتوى في كاسيرول، نحطها فوق النار متوسطة ونطيبوها بصفة عادية كما موالفين نحضروا الفلون تاعنا، الفلون العادي اللي نشروه من المغازان. ما رايحش ياخد لي وقت، كما راكم تشوفوا نبقى غير نخلط. بعدين كي يوصل لي القوام يعني عاقد شوية، ما راحش يعقد لي بزاف، أنا رايحة نحيه من فوق النار. انا راني وصلت لهذه المرحله اللي رايحه نحيه من فوق النار، نكون وجدت لي فيغين تاعي تاع التحليه او تاع الفلون تاعي، ونبدا نرميه في هذاك لو فلون او نفرغ في الفلون هكذا بواسطه ملعقه في هاد الاكواب الزجاجيه تاعي تاع الفلون تاعي. نقسمه يعني بالتساوي. هنا راهو عمل لي حوالي 8 أكواب من الفلون، يعني كمية ما شاء الله لا بأس بها. بحبة تفاح قدرت نحضر الفلون تاعي تاع التفاح ولا أروع. ما راحش نحبس في هذه المرحلة عزيزتي، عندي أمور أخرى. إذا هنا في هذه الكاسرونة رايحة نحط كوب من الماء العادي، بعدين نضيفو ملعقتين كبيرتين من فلون الليمون، ونضيفو ملعقة كبيرة من السكر العادي. هنا ملعقة صغيرة من النشا أو المايزينا من أجل القوام. نخلطو بهذه الطريقة، نرفعو على النار عزيزاتي حتى يذوب لي هذاك المحتوى. رايحة نفرغ هذه الطبقة الثانية تاع الفلون على الوجه بهذه الطريقة. تبقى لي المرحلة الأخيرة، الطبقة الثالثة. هنا إذن في هذه الكاسرونة راح نحط السكر العادي كما راكم تشوفوا، 3 معالق أو ملاعق من السكر العادي.
ماشي معمرين، لا 4 معالق كما راكم تشوفوا ماشي معمرين. نضيف ملعقة كبيرة من الماء. هنا الماء عزيزاتي رايح يمنع لي هذاك السكر من انه يتكرمل لي او ياخذ لي لون الكراميل. انا هنا ما راحش نحتاج، راح نحتاج فقط يكون عبارة عن سيرو اللي رايحه نطيب فيه هذاك التفاح. عندي حبتين من التفاح حجم الصغير كما راكم تشوفوا. انا في هذه المرحلة رايحه نقشرهم ونقطعهم الى مكعبات صغيرة. انا السكر تاعي هذاك راهو يذوب لي بشويه بشويه فوق النار بيد ما نقطع هاد حبه التفاح. وكما راكم تشوفون نعطي لهم عصره حوالي ملعقه كبيره من عصير الليمون من اجل اللون هكذا باش يحافظ لي على اللون تاعو هاد التفاح. نخلطهم ونستنى السكر تاعي حتى يذوب لي. بعدين لما يذوب لي هذاك السكر تاعي رايحه ناخذ هاد التفاح حبتي التفاح اللي قشرتهم وقطعتهم ونحطهم يطيبوا لي مع هذاك السكر. هنا السكر تاعي راهو بدا يذوب. في هذه المرحله رميت له ملعقه كبيره من الزبده ونبقى غير نحرك في هذا السكر حتى يذوب لي تماما مع الزبده. هنا لازم نحافظ عليه ما لازموش يتكرمل ليه. بعدها نرمي التفاح اللي قطعته وقشرته على هاد السيرو تاعي او هاد العسيله تاعي يطيب لي فيها. ما راحش ياخذ لي وقت طويل على بالنا بلي التفاح راهو يتهرس ليه ما ياخذش وقت طويل في طيابه حوالي 5 دقائق الى 7 دقائق. هنا اضفت ملعقه صغيره من النشا في هذه المرحله ونصف ملعقه صغيره من القرفه على بالنا بلي القرفه تمشي بزاف مع التفاح. صاي راهو طاب لي التفاح تاعي راح يرجع لي بهذا القوام. بعدها رايحه نحكم هذا التفاح اللي طيبته مع السيرو ونرميه على الوجه، يعني راح نعمل طبقه ثالثه واخيره من التفاح. والتحليه تاعنا راهي واجده عزيزاتي. بيان سور الطبقات هذوك راهم يعني بردولي وجمدولي. نقدر نحط هذه الطبقه الاخيره من الوجه على الوجه. اذا تحليه الليمون والتفاح بثلاث طبقات بمكون واحد فقط وهو 3 حبات من التفاح صغيره الحجم لا غير. وانا حضرت تحليه ولا اروع مما يكون. المهم انا نتمنى تكون هاد التحليه نالت اعجابكم وشهيتكم في الجنه اخواتي العزيزات، ونتمنى تحضروها في اقرب فرصه وتجربوا هكذا. كما يقولوا من كل بستان زهره، من كل نوع من انواع التحليات تجربوا نوع عزيزاتي هكذا باش نستمتعوا في شهر رمضان الكريم القادم باذن الله تعالى. راح نجرب قدامكم هذا الذوق الرائع من هذا الفلون الرائع. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنساوش التعليقات الجميلة، ما تنساوش الاشتراك في القناة، ما تنساوش مشاركة فيديوهاتي. و هذا مكان عزيزتي الغاليات. المهم ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه ودمتم أوفياء لنا ودمتم في صحة جيدة وإلى الملتقى وسلام عزيزاتي.